إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن دالة الإنبوت. دالة الإنبوت هي الدالة المسؤولة على إن اليوزر يدخل معلومات للكمبيوتر. يعني إن اليوزر يتفاعل مع البرنامج اللي أنت برمجه. إزاي؟ لو أنا دلوقتي عاوز أعمل برنامج يطلب من اليوزر إن هو يدخل اسمه، وبعد ما يدخل اسمه يطبع له رسالة ترحيب. نعملها إزاي؟ هنيجي هنا نعمل name equal input ونرن الكود. إحنا كده استخدمنا دالة input. دلوقتي الكمبيوتر مستني مني information. هقول مثلا صار، واضغط انتر، وكده البرنامج رن. بس عشان انا مبرمج عارف ان الكمبيوتر مستني مني information، انا عاوزة اطلع له رسالة ان اليوزر يعرف ان انا مستني منه information او مستني منه اسمه. هعملها ازاي؟ هاجي هنا واطبع له رسالة واقول له what's your name. لو رنينا الكود هيقول لي what's your name، فهكتب سارة. برضو ما حصلش حاجة، يعني ما طبعليش رسالة ترحيب. فأنا محتاجة أقوله لما أدخل اسمي اطبع لي رسالة ترحيب. أعملها إزاي؟ هاجي هنا أقول print hello زائد النيم. تعالى كده رن الكود. هقول سارة، هيقول لي hello سارة. حلو أوي. إيه كمان؟ عنده كام سنة؟ هجيب variable اسمه age وأعمل input وأقول how old are you. تمام تمام. طب لو أنا عاوزة العمر اللي هو يدخله أزود عليه 5 سنين، بقول print age زائد 5. تفتكروا كده صح؟ تعالوا نشوف. يقول سارة، بعدين هيقول لي عمرك قد ايه، فأقول مثلا 24. اداني ايرور. ليه بقى؟ لو نرجع كده شوية لفيديو السترينج، كنا بنقول ان السترينج ما ينفعش خالص خالص اجمعها مع ارقام. صح صح. طب ما دي ارقام، ما انت دخلت 24 ودي 5، فدي ارقام ودي ارقام. اقول لك مش ظاهر ان دي ارقام ودي ارقام، بس الحقيقة لا. دالة الانبوت اي انفورميشن انت بتدخلها او اي داتا انت بتدخلها ليها بتعتبرها string. تعتبرها ايه؟ string. طب الحل ايه؟ الحل بسيط، اللي هو احول من داتا تايب لداتا تايب تانية. صح صح. انت عاوز تحول ايه؟ انا عاوز احول السترنج ده لانتجر. هاجي هنا واكتب انت وافتح قوس وارجع تاني هناك كده اقفل القوس. تعالى رن الكود كده. سارة 25 30 رن عادي خالص. خلاص. يبقى احنا عرفنا النهارده ايه؟ عرفنا النهارده دالة من اهم الدوال اللي احنا هنستخدمها على مدار اي برنامج هنعمله. الدالة دي اللي بتسمح لليوزر يتفاعل مع البرنامج اللي انت هتعمله. تمام؟ يعني مثلا لو انا في الاي تي ام محتاجة اعرف اليوزر عاوز سحب ولا ايداع، محتاجة اعرف اليوزر عاوز يسحب قد ايه. صح؟ فبالتالي انا مستنية منه input. فالفانكشن input هي اللي بتساعدني ان انا اعمل الحاجات دي كلها. وبس كده، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو القادم. مع السلامة.